النهاردة هعمل معاكم حليب اللوز ودقيق اللوز، وده لأنهم بيدخلوا في وصفات كتير خصوصا في نظام اللو كارب والكيتو دايت. بما إنهم سعرهم غالي وبيبقى فيهم مواد حافظة، فقلت أعملهم معاكم لأني بصراحة مش بشتريهم من بره. وهقول لكم على التركة اللي هتخلي اللبن طعمه حلو ومش بيمرر وبيقعد قد إيه في التلاجة. ويلا مع بعض نشوف الوصفة. هحتاج كوباية واحدة من اللوز الني مش محمص حوالي 150 جرام. هنقعها من بالليل في مية عادية. الصبح هصفيه من المية واغليه غلوة علشان اشيل القشرة بتاعته. الخطوة دي مهمة جدا عشان القشرة هي اللي بتخليه يمرر. بعد ما قشرناه هحطه في الخلاط مع لتر مية ورشة ملح، ونفضل نضرب كويس قوي لحد ما اللوز يفرز الخواص اللي فيه كلها ويتفرم معانا تماما. بعد كده هنصفيه على مصفى ضيقة او مصفى ومعاها فوطة علشان ما يبقاش اللوز يخش جوه اللبن، ونعصره كويس جدا كأننا بالظبط بنحلب اللوز بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بعد كده هنقله في ازاز واشيله في التلاجة. بياخد من يومين لثلاث ايام بالكتير، ما بيزودش عن كده. انا كانت بعشش 4 ايام، بس هو في الحقيقة ما بيقعدش اكتر من 3 ايام. الدقيق بتاعه هنفرده على صينية على الكاونتر ونسيبه لحد ما ينشف تماما، وبرده هننقله على التلاجة. ودول كمية اللبن والدقيق اللي طلعوا معانا نقدر بقى نستخدمهم في أي وصفة من وصفات اللو كارب أو الكيتو دايت. بس كده، يا رب تكون الوصفة عجبتكم وتكون مفيدة. لايك وشير واشوفكم على خير. باي باي.